السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى هنعمل ايه الفراخ المقرمشة. طبعا احنا عملناها قبل كده بس كل مرة بنجدد زي ما بقول لكم. النهارده هنعملها بحاجة بسيطة جدا. معايا كوباية مية ومعلقة بابريكا كبيرة خالص اللي هي المعلقة المعيارية، ومعايا التوابل بتاع الفراخ والفلفل طبعا والبهارات بتاع الفراخ. حاجة بسيطة جدا كده وجميلة واستسهلي في مطبخك والدنيا حر، ومعلقة كركم والديوك بتاع الجيران عمالة تأذن. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس هحوش الجلد من الفراخ. معايا كيلو أجنحة ومعايا وركين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا مبحبش الجلد لأن دي فراخ مقرمشة، هتاكليها بإيه؟ بالخلطة والتتبيلة بتاعتها. مش هينفع عشان مش بنحب الجلد طبعا، وأي حد يعملها كده يا جماعة. بلاش جلد. طبعا الجناح مش هينفع ان انا احوش منه الجلد لان هو الجناح مفيهوش. بص شوفوا. طبعا انا عام ميه وملح وليمون زي ما انتوا عارفين، يعني كل مره الفراخ زي الفل. بس لازم تفتحيها كده عشان تستوي، لان احنا طبعا انا نسويها نيه. مش م- وعلشان خاطر تشرب التتبيله. تتبيله سهله وبسيطه، كل مره بعمل بحاجه يعني غير التانية. الحمد لله والشكر لله يا رب. ايوه ما فيش نتيجه في الفيديوهات بس هو الحمد لله. بنعمل اللي علينا واللي على الله، على الله سبحانه وتعالى. يا الله على ست الديك في الشارع ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عشان جنب تحتينا حد بيبيع فراخ، فما معلش زي بعض من الصوت بتاع الفراخ. بس وتسيبيها بقى تشرب في التتبيلة دي. انا سبتها كده ما شاء الله لحد ما جينا نعمل، يعني من الصبح لحد ما جينا نعمل. ومعلقة معلقة كوباية كبيرة دقيق، وده فيجيتار حار، كوباية فيجيتار حار، ودي التوابل طبعا بتاعتك بابريكا وكركم بهارات فراخ. روح هاتيلي الديك ده من عند ام سعد تحت يا ايوتي عشان نتغدى بيه النهارده. بس هو تعملي كل التوابل وحبة نشا برضه، يعني معلقتين تلاتة نشا مش لاقي مكان اقعد فيه. اقسم بالله. والنور طبعا مطفشنا في حياتنا الايام دي وربنا يلطف بينا بجد. روح هاتيلي الديك ده من عند ام سعد. بس وتحطي الزيت كده يسخن، لازم يسخن يدخن يعني، يبقى سخن معاكي كده. وبعد ما تحطي الفراخ وطي عليه، يعني عشان طبعا الفراخ نية فلازم تستوي. هو بياخد 10 دقايق، يعني تاخد ربع ساعة في التسوية، تفضل تقلبي فيها وتغطسيها تاني كده في المحلول بتاعك ده، يديكي شكل جميل كده والتكسرات اللي بتبقى في الفراخ دي المقرمشة. سامعين صوت الدين؟ الله أكبر عليه ديك بلدي محترم. هطلع على دلوقتي من البلكونة وأقول لها هات الدين تطلع دماغي منك مصدعني. خلي ايد كده نشفانة وخلي ايد تانية ترمي. سهلة سهلة وبسيطة، وعشان الجو ولع الحمد لله وربنا يكتب بينا الموضوع المر اللي بيطلع ده. فحتى الأكل بقى تقيل في الحر. حبة يعني تجيبي الفراخ وتعمليها كده جنبيها حبة مكرونة حبة رز أصفر. أنا عملت جنبيها رز معمر بس مصورتوش. والله عملت جنبيها طاجن رز معمر بس مصورتش الحكاية ده. برضو انتوا عارفين وصفة المطبخ عاملة ازاي في الحر ده. بس هتقلبيها كده لحد ما تحمر معاكي ما شاء الله. انا طبعا عملت بقية الكمية طبعا عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. كده طلعت وبقت ما شاء الله جميلة جدا، شكل ولون وطعم وكله. حطوا لايك لأم احمد وشوفوا الفيديو كله 5 دقايق. مفيش مشاهدات، المشاهدات واقعة خالص. احسن ناس متابعيني
حبايبي ولادي واخواتي والعرب وكل الناس الحلوة، سلام حبايبي.